السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى الملوخية دي خزناها وحطيناها في الفريزر وطلعنا منها وهي متلجة وعملنا احلى طبق ملوخية. بصوا بقى الشكل عامل ازاي، محتفظة باللون بتاعها وبالقوام ومفيهاش اي حاجة خالص. يلا بينا نخزن بقى من النهاردة ملوخية. بصوا انا جبت هنا كده ايه، كيلو ونص ملوخية بس عشان التصوير، لكن انا بخزن كميات يعني 5 كيلو 10 كيلو. انا في الاول حاجة عملت ايه، جبت الملوخية من السوق، قطعت جدرها كده اللي هو بيبقى فيه طين وحاجات كده. بعد ما قطعت الجدر نقعت الملوخية كويس في مية، يعني غسلتها بالعيدان بتاعتها. بعد كده بعد ما غسلتها حطيتها في فوطة او بشكير، ورحت ايه سايباها لما تنشف في البشكير. بعد كده قطفتها بقى ايه وحطيتها على جرنان زي ما انتم شايفين كده، على اساس انها لو فيها لسه في الورق بتاعها شوية مية الجرنان ايه يشربهم. خدت بقى كمية الملوخية اللي انا عايزاها بعد ما قطفناها كده وضمنا ان هي ما فيهاش اي مية، ولازم ما يكونش فيها مية خالص، عشان لو فيها شوية مية او نقطتين مية على الورق هتعمل تلج وهتسود، فاحنا لازم نتأكد انها ما فيهاش مية. بعد كده هناخد كمية الملوخية بتاعتنا ونجيب الكاس من هي اكياس التلاجة اللي زي ما انتوا شايفين كده، ونحط فيها الكمية اللي احنا عايزينها ونضغطها جامد عشان نطلع من الاكياس الهواء. وبعد كده نبتدي ان احنا نخزنها في الفريزر، يعني يعتبر زي ورق العنب بالظبط. بصوا بقى هنا انا كنت خزنتها، يعني كنت عملت 3 اكياس، طلعت بقى منهم كيس بس بعد ما تلجت. طلعت كيس حطيته في الكبة وهو متلج، يعني خزنت الملوخية عادي، اول ما تلجت رحت مطلعه كيس عشان اجربه معاكم. بصوا هتشوفوا بقى دلوقتي الملوخية وهي متلجة عاملة ازاي. بصوا مبدورة ازاي، تحسوها رمل. بصوا لسه اهي عشان متلجة فعاملة زي البودر كده. لسه هديها كمان لفة عشان هي لسه خشنة. اهم حاجة تكوني حاطة الشوربة بتاعتك على النار. الملوخية دي يا جماعة ما تنزلش في شوربة باردة عشان هتسود، لازم تنزل في شوربة تكون سخنة. تمام اهو. بصوا بقى هنا تلجت اهي. بصوا بقى وهي نازلة في الحلة عشان تتأكدوا بس انها متلجة. بصوا الشوربة سخنة اهي بتطلع دخان اهو. بصوا دي بقى يا جماعة لو مش متفرزة كانت هتبقى عجين، لكن هي يعني سايبة هي من بعضها عشان فعلا هي متفرزة. بصوا بقى الخضار واللون، شايفين احتفظت بلونها عشان مخزنينها خضرة، وعشان اتأكدنا انها نشفت كويس قبل ما نخزنها. هناخد بقى الحبة اللي فاضلين كده في الكبة. بصوا اسهل طريقة للملوخية، ولا تقعدي تخرطي بقى، ولا تقعدي بقى ايه تطلعي الملوخية من الفريزر عشان تفك، ولا الكلام ده. سخني الشوربة بتاعتك وطلعي الكيس اللي انت عايزاه، اطحنيه في الكبة على طول كده. والشوربة لازم تكون سخنة، تمام، لازم تكون الشوربة سخنة، انا باكد عليكم. بصوا بقى خدناها تقليبة، اول ما بتنزل الشوربة خلاص 3 دقايق 5 دقايق بالكتير وهتكون استوت، لان الشوربة اوريدي هي سخنة، والملوخية انتوا عارفين ما بتاخدش حاجة في الفككان، يعني هي بتنزل قصدي بتفك على طول، ما بتستحملش. بصوا بقى هنا الملوخية كانت خلاص استوت، ما كملناش 5 دقايق وكنت عاملة الطشة الجامدة دي الشهقة بتاعت الملوخية طبعا كلنا عارفينها، طبعا بهزر معاكم. بصوا بقى شايفين اللون والجمال والحلاوة يا جماعة، شايفين الخضار. بصوا هنا بقى ايه كانت بردت، هنا بقى كنت استنيت لميعاد الغدا، يعني كنت عامله الملوخيه قبلها بساعتين ولا حاجه، واستنيت بقى لميعاد الغدا وبعدين ايه غرفت بقى كده. وشايفين القوام عامله عرق اهو، يعني ما سقطتش مني عشان الشوربه كانت سخنه ولسه خضره، عشان برضو كان ممكن تسود مني والناس تقول ايه لا هتسود عشان دخلت الفريزر، لكن زي ما انتم شايفين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.